السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك بتنجان وناوية تعملي محشي، هناخد قلب البتنجانة نعمل منه وصفة تنفع تبقى جانبية وتنفع تبقى أساسية. أما بالنسبة للقلب الناعم هنعمل برضو منه وصفة جانبية جنب الأكل. تعالوا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. هنجيب صينية ونحطه فيه ونغسله ونملحه ونسيبه على جنب دلوقتي. أما بالنسبة للناعم ده هنحطه برضو في صينية، احنا مش هنغسله لأنه كده كده في قلب البتنجانة مفيش إيد لمسته. هنحطه في صينيه برضو وهنحطه على النار مع نص كوبايه ميه وعلى نار هاديه مع نفسه شويه لحد ما يسيح. على ما البتنجان يتملح والبتنجان الناعم يسيح هنكون بقى بنجهز ايه بقيه مكوناتنا. هنجيب الفلفل نقطعه نصين، جبنا 4-5 حبايات بطاطس صغيرين وحوالي طماطميتين او 3 حسب ما انت عايزه، وحطينا حوالي 10 قرون فلفل رفيع. الفلفل ده قطعناه انصاص، هو كده كده البذور بتاعته ناعمه فمش هتبان في الوصفه. دلوقتي ده البتنجان الناعم احنا سخناه على البوتاجاز اهو، هو دلوقتي ساح بس احنا هنسيبه يبرد على ما نكمل الوصفه الاساسيه بتاعتنا. طاسه على النار هنحط فيها شويه زيت عشان نقلي. طبعا انا كنت ملحت البطاطس شويه ملح صغيرين وهنبدا نقليها دلوقتي. اللي قلينا فيها هنحط معلقه ثوم مفروم بالشكل ده. معلش يا جماعه الصوت النص مفعول ده عشان كنت بشوح في العين الثانيه لحمه فالصوت مغطي على تشويح الثوم. احنا ثوم حاجه بسيطه مش هنحمره، احنا هنديله ايه بخار بسيط كده يا دوب. معانا طماطمتين احنا قطعناهم ونسيبها مع الثوم شويه. كزبره، هنحط ملح ونعمل حساب ان البتنجان مملحينه والبطاطس حاطين عليه شويه ملح. هنقلب كده شويه لحد ما الطماطم المقطعه دي تتسبك شويه. انا عايزه اقول لكم ان الاكله دي طعمها جميل جدا، دي مسقعه بس مسقعه يعني ايه بسيطه كده. الكمون كده المسقعه اصلا بتحب الكمون، هي ملح وكمون وكزبره مش اكتر من كده. توابلها بسيطه جدا وبتتعمل في اسرع ما يمكن. دلوقتي هنضيف معلقتين خل وهنضيف كمان معلقه صغيره سكر. الخل مع السكر بيدي الاكل طعم حلو. ادي السكر اهو حاجه بسيطه كده على المعلقه. هنبدا بقى نزود شويه ميه صغيرين ونسيبها تغلي. طبعا الفلفل والبطاطس والبتنجان اللي احنا قليناه، معلش البطاطس اللون ده عشان انتوا عارفين لسه جديده. هنبدا ننزل الفلفل ونسيبه يغلي شويه مع الصلصه دي اهو. الفلفل بدا يغلي اهو، هي غلوه واحده بس مع الصلصه اللي احنا عاملينها وهنبدا نجيب باقي المكونات. هنحط دلوقتي البتنجان بعد كده زي ما انتم شايفين كده. خدوا بالكم انا سايبه الملح مش محدقاها عشان البتنجان كنت حاطه عليه ملح، وكمان البطاطس برضو هنبتدي اديها غلوه بس بسيطه كده وابدا احط البطاطس. شايفين يا جماعه منظرها تحفه والطعم مش هقول لكم بقى مسقعه يا جماعه. انا يوم البتنجان المحشي ده لما بكون باول بتنجان ده بعتبره يوم التوفير عندي، لان انا بعمل كده ممكن ما احشيش في نفس اليوم واقوم اعمل الوصفه ديت جنب الاكل. اعمل شويه مكرونه او ممكن ناكل بيها هي بس مفيش مشاكل. هنبدا دلوقتي نحط البطاطس. هتاخد لها غلوه بس عشان البطاطس ما بتاخدش وقت في السوا. عايزه اقول لكم بس على ملحوظه، لو لقيتوا الطماطم فاتحه شويه ممكن تزودوا معلقه بابريكا من عندكم تحمرها، لو مش عايزين بلاش مش مشكله. دلوقتي الوصفه دي تتاكل جنب مكرونه، هتلاقوها جنب الفطار جنب العشاء برده موجوده. مش هقول لكم طبعا احنا ما نسيناش البتنجان اللي احنا كنا عاملينه على النار، البتنجان الناعم اللي هو قلب البتنجان هنعمله دلوقتي برده مع بعض يكون الجبن. وادي المسقعه اهي يا جماعه خلصناها. عايزه تحطيها في طبق تقديم حطيها، عايزه تسيبيها كده زي ما هي كل ياكل منها مفيش مشاكل. في كبه بقى وهنحط البتنجان اللي احنا سلقناه. معانا حوالي 5 قرون فلفل اخضر متقطعين كويس قوي. معانا عصير ليمونتين وعليهم معلقه خل، ملح، كمون وكزبره، شعره فلفل اسود، طحينه زي ما تحب معاها. ودي كانت وصفه بابا غنوج اللي احنا عملناها بقلب البتنجان الناعم. ومعانا المسقعه اللي احنا عملناها من قلب البتنجان برضه من اقماع البتنجان.
يا رب تعجبكم، لايك وشير عشان الكل يستفيد.